واثناء عملية الخطف البنية فارقت الحياة قبل ما ينفذ عملية الاغتصاب، وكأنه البنت فضلت الموت على اغتصابها، وكأنه إرادة الله سبحانه وتعالى أنقذت البنت من الاغتصاب ومن أيدي هؤلاء المجرمين. ولكن من جانب آخر القوات الأمنية دائما بالمرصاد، إن شاء الله ينالون جزاءهم وعقابهم العادل. الخنزير أشرف منك، الخنزير هم على الخنزير حل. ليش الطفلة هاي اللي معتبرتك أخوها؟ الله ينتقم منك دنيا وآخرة. احكي وياي، ارفع راسك احكي وياي، جاوبني. رحت للمحل جاي اجيب جقاير، فبقيت اصيح عليهم ما حد طلع. فالاثنين طلع الليث اللي وياي ووقفت يمه يشربوا الشاي. رحت البيت خالي جاي اغسل بالمغسله الخارجيه وطلعت بيت خالي. فانا لزمتها سديت حلقه واخذتها البيت ليث من شافني قلت له ليث جيب لي شماغ بسرعه حتى نغتصبها. فلزمت سديت حلقها وسدوا طبوا بويا جوا وين بيتهم. بساعة ركض جاب اللثام وشد حلقها وعيونها وشد رقبتها. فاحنا اخذناها شلناها، قال خاف اهلي يقعدون خلينا ناخذ الهيكل اللي غاد بنفس الشارع هو. فاخذناه للهيكل. اول ما طبينا للهيكل اول ما خليناها فتح اللثام كان يقول لي ميته. وبعد تعاركنا احنا بيناتنا عليه لين خانقها هو. فاحنا جبنا بلوكه، راح طلع هيك بلوكه كبيره نص مال رصيف ربع مال رصيف. طلعت جبناه احنا وشمرنا على راسها بارتفاع يمكن 20 سنتيمتر، هديناها وطلعنا رحنا كل واحد راح لبيتهم. وراها رحت للفاتحه، وصارت الصبح يعني بالساعه 11 قعدون اهلي قالوا مقتوله فاطمه مقتوله. رحت مراسم الفاتحه كملتها كلها، رحت وياهم بالدفنه وبالمغسل كلها وياهم انا. هو بالفاتحه قضيتها يبكي ومقهور عليها. البنيه عمرها 11 سنه، وحتى امها تقرب لي، يعني مو بس بنت خاله، هي بنت خاله وامها تقرب لي، يعني قرايب كلش قرايبي. وبيوم ورا الفاتحه بيومين جت المكافحه اخذتني. هي الطفله طلعت للحمام وشافها جاي تغسل، طلعها وجاي اللي قال لي خلينا نروح نغسل. مطلعها قال لي جيب لي شيء، انا جبت لها شماغ، خلى شماغ عليها طلع عليها الهيكل. محمد شنو اللي قصرت بيه انا وياك تتركب هيك جريمه؟ ارفع راسك واحكي وياي. متندم مو مدنق راسك؟ احكي وياي، ارفع راسك احكي وياي، جاوبني. دمرت لك عائله كامله، فلشت لك بيت. اختي بعد اكيد ما راح نتواجه مره ثانيه. شلون يعني نفسك اعطيتك تقتل هالطفله وهالكتله هاي البشعه؟ ما رحمتها شويه؟ ما خفت من الله؟ ما انقهرت عليها وهي صغيره جوا رحمتك؟ ليش الله ما تخافه؟ قصرين وياك؟ ليش قل لي ليش؟ يعني شنو ذنب اللي سوته تقتل هاي الجاهله؟ ليش؟ الله ينتقم منك دنيا وآخرة، الله لا يرضى عليك دنيا وآخرة إن شاء الله. والله ما أقول لك غير الخنزير أشرف منك، الخنزير هم على الخنزير حل.